حملة السيد عبد الفتاح السيسي. أستاذ زكي أهلا بيك. اهلا وسهلا يا فندم، مساء الخير على حضرتك وعلى جمهور القناه الكريم. مساء النور. استاذ زكي، حمله السيد حمدين صباحي يعني ترى وتعتقد ان المؤشرات الان ترتفع في اتجاه فوز السيد حمدين صباحي، وانه الاعلى تصويتا حتى الان، وان الفرصه كبيره له خلال هذه الفتره، وبيدعو الشباب لتاكيد هذا النصر اللي شايفه السفير معصوم مرزوق. حسب البيانات حضراتكم وحسب المعلومات اللي عند حضراتكم، موقف العمليه الانتخابيه ايه؟ ده رقم واحد لسير العمليه الانتخابيه بشكل عام، ما هو الايجابي وما هو السلبي؟ اولا انا بحيي الشعب المصري كله، بحيي المراه المصريه، بحيي الشباب المصري، بحيي كبار السن اللي النهارده نزلوا من قبل ما تفتح اللجان. احنا شفنا ناس من السابعه صباحا امام اللجان، ناس في طوابير، بصراحه حاجات مشرفه، حاجات تثبت ان المصري دايما عنده احساس بالدوله المصريه والمأزق التي وضعت فيه في فتره بعد يعني سقوط نظام الاخوان او النظام المعزول. بنوجه تحيه للشعب المصري اللي شارك النهارده. يعني كلام السفير معصوم وكلام حمله حمدين صباحي من حقهم يتخيلوا، وده مجال مفتوح للجميع، ان يكون خيالك تقدر تقتنع فيه وتضع بيانات وتضع رؤى. بس انا المشكله عندي ولاحظت في كلامه ان هو بيتهم الشباب المصري بالسلبيه، ودي مشكله، ان هم بيقول ان احنا متجهين. تمام، خلينا نقول انه الحمله احتدمت، وواضح انه يعني حضرتك قول بقى فيربالي يعني احتدمت يعني لفظيا يعني طبيعي ان هل حضرتك حاسس ان في حد مقرب من الفوز فابتدى يتحمس، ولا حد حاسس بانه بيخسر فابتدى يعني ينفعل؟ الطوابير واضحه وباينه والاعلام والقصه كلها باينه، لكن